الشخص الناجح، بجد الناجح في الحياة دي كلها، هو الشخص المعتاد على التغيير مش الشخص الثابت. لأن احنا التغيير بيجي لنا على كذا مرحلة. علماء النيوروساينس قالوا لك كانوا زمان في معتقد إن المخ والنيوروبلاستيستي بتاع المخ بيتشكل ويبقى أكتر مرونة في الصغر فقط، وكل ما بنكبر التغيير بيبقى أصعب في أي مجال أنا عايزاه، مع مشاعري، مع علاقاتي، مع علاقتي بزوجي، علاقتي بأولادي، بيبقى أصعب كل ما بنكبر. فبياخد وقت عشان نأكد المسار ده في دماغنا. في ريسيرش لسه معمول قريب في 2020، في 2020، قال لك لا، التغيير في الكبر عنده نفس الويندو اوف اوبورتيونيتي او نفس القدرة زي التغيير في الصغر، بس لازم يشترط فيه حاجتين: التركيز والشعور بالأهمية. أنا كاتبة الشعور بالأهمية، الشعور بالأهمية. يعني لو عايزة تتغيري في أي شيء، فكرة جديدة، معتقد جديد، قناعة، سلوك، عايزة تخسي زي، عايزة تبدأي تروحي الجيم، أيا كان اللي أنت عايزة تعمليه، لو ركزتي عليه وعملتي consistent changes، يعني تغييرات أساسية ولو كل يوم، ومدية لنفسك إحساس اللي بعمله ده هو أهم حاجة في الدنيا، المخ هيستجيب. طب أنا ليه ما بتغيرش؟ عشان العاملين دول اللي قالوا عليهم في نيورو ساينس ما بيتحققش. إيه هو؟ ولا بركز، ولا حاسة اللي هتغير له ده مهم. طب ازاي احس ان حاجة انا عايزة اتغير لها مهمة اساسا؟ لما تبقى مهمة عندي اصلا في الليستة بتاعت البرايورتيز، ودي هقول لك هنعملها ازاي. يبقى عشان المخ يستجيب ويساعدك للتغيير محتاج حاجتين. ايه اول حاجة؟ هم، اول حاجة، يلا في الشات انا بشوف اهو: extreme focus، يعني تركيز شديد. يعني ايه تركيز شديد؟ يعني وانا حاطه يومي كده، الجدول بتاع اليوم او الجدول بتاع الاسبوع، الحاجه اللي انا هتغير لها دي مركزه عليها. انا النهارده هعمل كذا، انا مركزه عليه تركيز تام. رقم اتنين، الشعور بالاهميه. في مبدأ كده في النيورو ساينس بالانجليزي اسمه سيلينس. يعني ايه سيلينس؟ يعني المخ لو خد اشاره عاطفيه منك ان الحاجه دي تعني لك حاجه كبيره قوي، هيساعدك. المخ لو ما خدش إشارة منك إن الحاجة اللي عايزة تتغيري لها دي مهمة، هيعمل إيه؟ هيقول لك لا مش هقدر أساعدك، مش هديكي أفكار. ما هو المخ بيساعد بأفكار، يا إما تساعدني يا إما حاجة تهجم عليا، أو يقعد يقول لي لا اللي أنت بتعمليه ده حمادة بالجنزبيل، مش هتتغيري ولا هتعملي. فدي مبدأ السيلينس تحققه إزاي؟ إني أحس اللي أنا عايزة أتغير له ده، سواء كان بقى في شغلي، مع صحتي، في أفكاري، حاجة مهمة. بنسميها salient، يعني حاجة مهمة بالنسبة لي.